السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر سندي معكم في جديد. وهذا الفيديو عن تحليل تسريبات الحلقة 76-2 سكريبت دولة العموم. خلينا نحلل هذا التسريب رقم 1 لأنه أساس التسريبات كالعادة. التسريب رقم 1 يظهر بسكريبت ميت، وهذا نفس سكريبت الجندي المصدوم بالحلقة. أسفل الكلام سريع، بس يعني سويت فيديو قبله لما لقيت هذا الفيديو صار بي أخطاء فما قدرت أنزله. أوكي خلينا نكمل بس بالضبط. لحظة بس أعمل السرور لايك هذا كي مع حضر بالحلقة 76-1. ذاك كان مصدوم لما شاف اللارج كاميرا مان رافع عليه سلاح لأنه كان يصور كاللارج كاميرا مان. أوكي وين اللارج كاميرا مان؟ بس عندنا نظرية كذا تقول النظرية إن الكاميرا مان لابسين مثل عادية، هؤلاء كاميرا مان أقل درجة. والكمان ليش؟ لأن لاحظ الكاميرا مان لابسين لباس عادية وفي كاميرا مان لابسين لباس تحس مميزة وأنيقة شوي. وهذا يمكن لأن هؤلاء كاميرا مان أقوياء وعندهم أسلحة قوية، وهذا المنطق العموم. ونكمل وأنا نشوف التلفزيون قاعد يشرف على شيء أو يقول لا توقف، أعتقد يقول توقف. أوكي نلاقي كاميرا مان وعندنا نظرية تقول أن هذا الكاميرا مان أساسا ميت هو أروح لأنه كيف قريب. هذا طبعا نظرية خاطئة، وأنا ما أعتقد قد يقول له شيء مثلا يقول لا تسوي هيك أو شيء مثل هيك لأنك تحذره. مثلا هو يعني شاف سكيبدي وهذا الكاميرا مان منتقد عارف إن هذا سكيبدي اللي معاه راح يجمع عليه وكل الكاميرا مان الشيء. والدليل كان الحلقة 76-1 وقبلها لما بدأوا التحالف ما كان ما يدرون هذا الشيء، بالعكس كنا نلاقي لما يقتلون سكيبدي فينا ما قاعد يساعدون سكيبدي. ده ننتقل للتسريبة الثانية، التسريبة الأحسن مهمة. هذه التسريبة نظريتين. النظرية الأولى للكاميرا مان ذاك اللارج كمان المتطور ذاك الضرب 76-1 أو هو السكيبيدي والأطراف الظاهر بالحلقة 44 القتل والتلفزيون ورجع بالحلقة 68 مدري كم فعليا. الحلقة 67-68 مسوي للمليون داش تقوم تعرف كم داش للعمر 1,000,000 ثانية. وأنا أرشح إن الكاميرا لارج لأن السلاح ما متوجه لارج متطور. ليش؟ لأن السلاح ما متوجه مصور، يمكن متوجه على شيء ثاني، وحتى هو أصلا هذا المتطور هذاك سكيبيدي من الأطراف وين عادي هو بس اخترقه. لاحظ انفجار صغيرين وبس. مع السلامة.